عالسلامة، مرحبا بكم الناس الكل. معكم التونسي كالعادة من اندونيسيا في فيديو جديد. كما تشوفوا انا موجود اليوم في الاراضي الزراعيه، فيها الخضروات وفيها القمح. كما تشوفوا ورايا جبل معناتها منطقه سومدانغ، منطقه زراعيه صورتها برشا مرات وتعرفوها، وباش نجاوب على تساؤلات بعض المتابعين اللي يحبوا يعرفوا هل الاستثمار الفلاحي في اندونيسيا فيه ربح ولا لا، وشنو اسعار ايجار الاراضي بالنسبه للاجانب. كما تعرفوا باش يستغلوا الاراضي عن طريق الايجار. قبل ما نبدا كالعاده نحب نوضح بعض النقاط، واهم نقطه لازم تعرفها بالنسبه للشخص اللي يحب يستثمر في المجال الفلاحي اللي هو الطقس في اندونيسيا السنوات الاخيره تبدل بصفه ملحوظه. تعرف الناس الكل اللي الطقس الاندونيسيا جنوب شرق اسيا هو طقس استوائي، حتى تبدا موسم الامطار معناتها امطار غزيره الطقس يبقى ديما دافي، وهذاك علاش اندونيسيا ديما خضراء معناتها، لانه المياه موجوده والطقس دافي. لكن الفتره الاخيره السنوات الاخيره تبدل الطقس معناتها كما قلت لكم بصفه ملحوظه. حاليا اندونيسيا الطقس نتاعها في الليل ولا بارد برشا، معناتها كما طقس شمال افريقيا كما تونس والجزائر ولا كما اوروبا، الطقس ولا بارد برشا، وهذه صفه حاجه ملحوظه. كما تشوفوا معناتها الناس الصباح ولات تشعل النار باش تحس بالدفء، ومن حدود الساعه 8 ولا 9 صباحا الطقس يولي حار برشا، وهذه حاجة أثرت كيف على المنتوج الفلاحي وأسعار الخضروات. وحكيت لكم قبل حتى الأرز معناتها سعره ضاعف، والخضار أسعارها ديما ترتفع، والناس ولت تبيع في الأراضي متاعها، لأنه الاستثمار الفلاحي معناتها ولا معناتها أصبح غير مجدي، معناتها متعب للفلاح لمالك الأرض. فما بالك أنت كمستأجر شنو باش يصير فيك؟ كما تشوفوا معناتها الأراضي هنا واسعة، والايجار معناتها متوفر ورخيص، ولكن هل انت معناتها كمستثمر معناتها اجنبي تحب تستثمر في المجال الفلاحي، هل باش تحقق ربح بعد ما تستثمر راس مال وتدفع ايجار العمال والادويه ومعلوم الحصاد، هل باش تدفع ايجار الارض، هل باش تحصل معناتها مربوح في اخر الموسم؟ هذه حاجه معناتها تعود الى معناتها العوامل اللي حكيت لك عليها اللي هي الطقس واللي هي اسعار الايجار. باش نوريكم بعض قطاع الاراضي اللي مستغله حاليا عن طريق الايجار. هنا الاراضي كما قلت لكم مقسمه بالباتا. الباتا هي 1 متر في 14 متر، والباتا يعني في حدود ايجار من 300 ل 400 الف روبيه، معناتها تقريبا في حدود $50 البات. والتأجير هنا يكون بالموسم 3 أشهر وإلا 6 أشهر وإلا 9 أشهر وإلا سنة كاملة حسب رغبتك أنت. إذا كان حبيت تستغل الأراضي هذه الفترة معينة، هل باش تحقق ربح في نهاية عقد الإيجار وإلا لا؟ هذه حاجة كما قلت لك أنا باش نوضح لكم الأمور اللي هي أهم حاجة. حالة الطقس، المياه غير متوفرة حاليا في إندونيسيا، ولا تصعيبة برشا لأنه الأمطار حاليا مش موجودة ولا تتأخر. نورمالمون معناتها عادة شهر جويلية تبدأ الأمطار، ولكن حاليا ما ثماش أمطار وتتأخر إلى حدود شهر نوفمبر وإلا ديسمبر. كما تشوفوا هنا قدامي هذه أرض وقع تأجيرها، ولا هذه هي قطعة الأرض مع معدة، هذه تم استئجارها من فلاح أندونيسي. كما تشوفوا كما قلت لكم بالباتا هي 1 متر كما تشوفوا إلى حدود 14 متر. الأرض اللي هذه قدامي تقريبا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. هذه 12 باتا يا جماعة مزروعة فلفل، كما تشوفوا كلها فلفل. 12 باتا تم استغلالها باش يزرعوا الفلفل. ولا كما تشوفوا كما قلت لكم مزروعة فلفل. الفلفل هذا تقريبا معناتها يحتاج من 2.5 شهور إلى 3 أشهر حتى يصير بالحجم هذا، معناتها جاهز للحصاد. كما قلت لكم هذه 12 نباتة، والفلاح مستغل معناتها القطعة كاملة وماخذ هذه زادة معناتها بونوس، معناتها بونيس حتى يتم استغلالها. معناتها صارت 13 نباتة معناتها على الأطراف نتاع الأرض، تم استغلالها باتا أخرى باش الفلاح يكسب معناتها بعض
الكيلوات من الفلفل في فترة الحصاد. كما قلت لكم شوفوا، كما قلت لكم الفلفل من 2.5 حتى 3 أشهر حتى يصير حجمه كبير وجاهز للحصاد وباش يبيعوه في الأسواق. فكما تشوفوا هذا الفلاح معناتها مأجر 13 نباتة 12 نباتة وماخذ معناتها هذا الطرف نتاع الأرض باتا 13 معناتها مستغلها ممتازة. وكما قلت لكم معناتها الأرض هذه تحتاج عمال باش يخدموها وتحتاج أدوية. كما تشوفوا البلاستيك هذا ما عنديش فكرة على السعر نتاعو، ولكن لازم يكون موجود باش النبتة تبقى دافية، خاطر الفترة هذه قلت لكم الليل معناتها بارد برشا باش الفلاح يحمي المنتوج نتاعو. فوالا إذا كان الأرض هذه من 3 أشهر ولا 6 أشهر معناتها باش ينتج الفلفل هذا كل، هل باش يبيعوا معناتها في السوق من بعد باش يوفر مربوح ولا لا؟ معناتها هذه حاجة ترجع كما قلت لكم لعوامل الطقس، تكاليف الإنتاج، المياه والأدوية والعمال. وفي نهاية الموسم معناتها وقت الحصاد باش هل سعر الفلفل في السوق معناتها يكون مرتفع باش يوفر مربوح وإلا لا. كما قلت لكم هذه عوامل معناتها ما صعيب شوي انك تتصورها كمؤجر، ولكن الامر يختلف للفلاح المالك معناتها مالك الارض الاندونيسي، ما لانه ما يدفعش ايجار، هو مالك يدفع فقط اجرة العمال والادوية وبالتاكيد باش يحصل ارباح. ولكن بالنسبة للاجانب اذا كانت اجر قطعة صغيرة كما هذه معناتها اكيد مش باش تحقق لك ارباح نهاية الموسم، الا اذا كان عندك معناتها دراية بانك تزرع منتوج معناتها يكون فيه ربح كبير، فهذه حاجة تعود ليك. انا حبيت نعطيكم فكرة على الاسعار معناتها نتاع تأجير الاراضي، تروح بين $50 300 و 400. باش نكتب لكم السعر من بعد على الشاشة باش نبدا واضح معاكم. وهذه اغلبيتها مزروعة ارز. اغلب الفلاحين معناتها يزرعوا الارز هنا كما تشوفوا اراضي شاسعة. فوالا كما تشوفوا العمال يشتغلوا، هذوما العمال لازمهم اجر يومي معناتها. شوف كلفة العمل نتاعهم معناتها الاجر نتاعهم يوصل الى حدود 50,000 روبية في اليوم، يعني تقريبا $3. وهذه كما تشوفوا أرض أخرى جاهزة للاستغلال معناتها إذا كان حبيت تتأجر. كما تشوفوا ديما بالباتا 12 باتا وهذه 13، ديما يتم استغلال الأطراف باش تحقق أرباح باش تكون معناتها مطمئن نهاية الموسم. يعني كما تشوفوا أغلب الفلاحين حاليا يستغلوا الأرض لزراعة الأرز، لأنه الأرز كما قلت لكم سعره مرتفع حاليا. معناتها أغلب الفلاحين يحاولوا يستغلوا الأراضي في زراعة الأرز، سعره مرتفع معناتها تقريبا متضاعف وما نزلش عنده مدة معناتها ما نزلش، وباقي ديما يتضاعف السعر بتاعه. الأرض اللي أمامنا هذيك طماطم، مستغلة طماطم وبجنبها سبانخ كما تشوفوا. هذه هي الخضار معناتها الخضار اللي سعرها مرتفع في السوق. الفلاح يعرف معناتها شنو حاجة السوق حاليا ويزرع معناتها هذه حاجة كما تعرفوا معلومات لازم تكون موجودة. فإذا كان حبيت تأجر الأراضي كما قلت لك معناتها لازم تكون عندك فكرة على العوامل الكل باش الاستثمار متاعك يكون ناجح. وإلا إذا كان حبيت تعمل تستأجر مساحات كبيرة موجود، ولكن هذا لازم باش تتفادى عملية الضرائب لازم تكون متزوج، عندك إقامة الزواج باش ما تدفعش ضرائب. ولكن المستثمرين اللي باش يأجروا بمبالغ مساحات كبيرة بمبالغ كبيرة لازم يكون عندك تقرير ضريبي مع تكون عندك إقامة مستثمر. ولا كان هذا هو الفيديو متاع اليوم. حبيت نوضح لكم بعض المعلومات للناس المهتمة بالاستثمار الفلاحي وتأجير الأراضي الزراعية في أندونيسيا، باش نعاود نكتب لكم الأسعار صحيحة على الفيديو. فوالا إذا كان عندكم معناتها تساؤل أخرى تخلوه في التعليقات، وإذا كان معناتها عجبكم الفيديو ما تنساوش تحطونا لايك واشتراك في قناة تونسي، ونتقابلوا في فيديوهات جديدة. والسلام عليكم. وكما قلت لكم ما تنسوش العوامل الطقس هي اللي مؤثرة تأثير واضح على الأسعار الخضار وعلى أسعار التأجير وعلى كل شيء الفترة هذه، لأنه الأمطار ولا تتأخر، الموسم
الأمطار واللي يتأخر بصفة كبيرة، وهذا اللي يخلي كلفة الإنتاج للفلاحين كبيرة برشا. وثم شكون معناتها يعرض الأرض نتاعو للبيع لأنه ما عادش يحب يستثمرها ولا يستغلها، لأن شح المياه كما قلت لكم، والأسعار أحيانا تنزل نزول واضح وأحيانا تبقى مرتفعة، وهذه حاجة فوالا تعطل الاستثمار هنا في اندونيسيا. فوالا هذا هو. السلام عليكم.